مساء الورد والفل والياسمين يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. وحشتوني كتير 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 كتير. طبعا معايا النهارده ليكم وصفة. بصراحة يعني كده ايه، الوصفة ديت انا هجربها معاكم، بس يعني على اللي انا سمعته من حد، شخص حكالي على الوصفة ديت. طبعا هو خبير ميك اب وخبير بشرة والكلام ده كله طبعا، وميك اب ارتست والحاجات دي كلها، فاهم طبعا في البشرة وكده. قال لي على الوصفة دي، فطبعا ما كدبتش خبر. انا امبارح قال لي الوصفة دي بالليل، النهاردة بطبقها معاكم عملي. خطوتين ابسط من السهولة الاتنين، اكيد موجودين، وما كانوش موجودين بتجيبيهم ومش بيكلفوكي حاجة. هي عبارة عن صابونة دوف. تمام. معانا الخطوه بتاعتنا النهارده صابونه دوف. ما تركزوش في الاكلادور ده، عشان طبعا انا كنت بعمل شوبينج امبارح والكلام ده كله، فطبعا لازم كنت اجرب الاكلادور والحاجات دي طبعا. المهم، هي عباره عن الصابونه الدوف وعن الكوكاكولا. اوكي، يعني دي كده اللي معانا التركية بتاعتنا، كوكاكولا والصابونه الدوف. هنخلي بشرتنا ان شاء الله باذن الله حلوة وجميلة. آثار الحبوب هتختفي، تبييض حكاية. طبعا انتوا عارفين الصابونة الضوف ممتازة جدا جدا للبشرة. انا عملت ايه هنا يا بنات؟ خدت شوية كوكاكولا زي ما انتوا شايفين. انا مش عارفة الكمية دي كتيرة ولا قليلة. خدتهم ورفعتهم على النار، غليتهم بدل المرة 2 و3 وكده. تمام اوكي. وبعدين جبتهم زي ما انتم شايفين، واللي هعمله هبشر حته صابونه، مش هاخد كتير، على قد بشرتي بس، على قد وشي. وبرده هنكررها ممكن كل اسبوع مره او مرتين، حسب بقى ما نشوف احتياجات البشره معانا هتحتاج لايه. تمام. هي دي وصفتي النهارده يا بنات، والتركية بتاعتي. تعالوا بقى معايا وشوفوني وانا هعمل ايه، وهتبقى عباره عن ايه، وهنعمل ايه. اوكي، يلا بينا. اول خطوه يا بنات، هنجيب بقى الصابونه الدوف بتاعتنا اللي احنا جايبينها من الصيدليه ديت. على فكره هي عامله 25. طبعا مش بقيتها مش هيترمى ولا اي حاجه، هنستعملها للبشره وهنغسل بيها وشنا وكل حاجه. هنجيب الصابونه زي ما انتم شايفين كده يا بنات، ركزوا معايا، وهنبشرها بالمبشره بقى، ايا كانت ايه هي المبشره اللي عندك. تمام. ابشر بقى الحته اللي هتكفيني على قد بشرتي وارجع لكم تاني. بصوا حبايبي، انا كده شايفه ان انا ايه، كفايه قوي كده. الكميه دي كده حلوه قوي عليا على وشي. ممكن بصوا احنا خدنا ايه منها. تمام، واخدين بالكم؟ طبعا في وصفات كتيره قوي، طبعا اكتبوا لي في الكومنتات للصابونه الدوف، بتخلي البشره حكايه جميله قوي قوي قوي. المهم تعالوا بقى معايا هنا كده. انا عندي كده هنا الطبق بتاعي، الطبق اللي انا بعمل فيه الماسكات بتاعي، ومعايا الفرشه بتاعتي. الفرشه دي بتاعت الماسكات بتاعتي، اللي بعمل بيها الماسكات. بوزعها بيها على بشرتي وكده. فالمهم احنا هنعمل ايه، اجيب معلقه كده. تمام. نجيب هنا كده ونشوف كده انا هعمل ايه. بصوا معايا، وصفه سهله جدا ما فيهاش اي حاجه. هناخد كده، عايزه اقول لكم ان هي ريحتها اساسا ممتازه ممتازه كده اهو. طبعا اللي اتحكى لي عن الوصفه ديت، انا مش قادره اقول لكم كميه التشجيع والاثاره بقى والسسبنس اللي انا عايزه. احسها مغامره مغامره، وهبقى عامله اللي لا يعمل. طبعا يعني كلمني كلام عليها، فتاني يوم بطبقها، يعني تاني يوم بطبقها. هو خبير في الحاجات دي اصلا. تمام كده. نيجي بقى نجيب هنا كده. طبعا احنا عايزينه يبقى كريم معانا. تمام. هنعمل كده اهو، واحده واحده وبالراحه، بس كده كميه كده. ندوب ده كده مع بعضه، بس كده. احنا غلينا كتير على فكره، المفروض ان احنا ما كناش نغلي طبعا، والكميه دي كتيره قوي كمان على الوش. ندوبها بقى عشان نشوف بقى واحنا نعمل بيها. بصوا بتفوروا ازاي. على فكره هي لسه فيها عشان الكوكاكولا والكلام ده، طبعا انتوا فاهمين. بصوا، طبعا هي وصفتها بالكوكاكولا. تمام، واخدين بالكم اهي. رجعت لكم تاني حبايبي. بصوا بقى بقيت عامله ازاي، واخدين بالكم اهو. طبعا بقى انا هقول لكم ان انا هنعمل ايه. هنمسك كده، هوريها لكم بس كانها
على البشرة، وهي كده كأنها على البشرة. تمام، شايفين؟ فكرة وصفة مش مكلفة طبعا. البيبسي اكيد موجود عندك في التلاجة، الولاد بيشربوه، انتي بتشربيه، مع ان يعني ما انصحش حد بيه. وهسيبها بقى كده على بشرتي مثلا ربع ساعة، من 10 دقايق لربع ساعة، وممكن أقل من كده. يعني حسب انتي بشرتك تستحمل لحد ايه. وممكن يكون مثلا لازم تعملي لها تيست الأول، اختبار. اوكي. فممكن تكون هتحسي انها ممكن تلتهب معاكي ولا حاجة، لا يبقى انتي ما ينفعش ان انتي تستعمليها. فاهماني؟ ده حذاري ليكم يا بنات، تعملي تيست الاول، اختبار ليها، وبعدين تشوفي الدنيا فيها ايه. انا بقى هفردها على بشرتي طبعا، وهكتب لكم اكيد في الكومنتات الوصفه طلعت ايه. انا كده دي هختم معاكم الفيديو طبعا. وما تنسوش اللايك، ولو اشتراك في القناه لو اول مره تشوفوني. وان شاء الله باذن الله انا عايزاكم تكتبوا لي في الكومنتات لو طالبين مني وصفات للبشره. ان شاء الله باذن الله هعمل لكم وصفات كتيره وتركات جديده وحاجات كده غريبه. لان انا على قد ما بسمع معلومه واستفيد، بحب افيدكم بيها قوي. فاهميني؟ فان شاء الله مع بعضينا باذن الله. واقول لكم باي باي، واكتبوا لي في الكومنتات اللي انتوا حابينه.